بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كشري. بس قبل ما ابدا الفيديو عايزه اشكر الناس من داخل مصر وخارج مصر، وربنا يوفق الجميع. انا حطيت ميه وحطيت شويه زيت وشويه ملح. الميه تغلي هنحط بقى المكرونه ونيجي مع بعض. حطيت المكرونه اهو، ماشي. هنسيبها بقى تستوي ونيجي مع بعض. بعد ما طبعا سلقناها صفيناها، وبعد ما صفيتها حطيت بقى شويه زيت في نفس الحله اللي سلقت فيها، شويه زيت. وبعد كده حطيت المكرونه تاني وقلبتها، وبعد كده بقى هنركنها على جنب. قطعت شويه بصل، ماشي. برضو نعملهم دولت اللي نحطهم بس كده تزيين للكشري، وهنعمل برضو شويه منه للعدس. البصل اهي قربت تتحمر اهي. هناخد بقى جزء نزين بيه الكشري من فوق، والجزء التاني هنعمل بيه العدس. هنفضل بقى نقلب كده لغايه ما البصله تتحمر، ماشي. وبعد كده نيجي مع بعض، ماشي. دلوقتي تبصوا احنا عملنا غسلنا العدس وحطينا عليه ميه كمان عشان الحبايه تنفش شويه، ماشي. طبعا نحط دلوقتي على البصله احنا حمرناها ونيجي مع بعض. احنا دلوقتي حطينا العدس اهو، ماشي. نقلبه بقى كده نخليه يشخل شويه كده، وبعد كده حطينا بقى كزبره وفلفل اسود، ونقلب بقى كده مع بعضيه مع البصلايه وفص حطيت فصين توم كمان يا جماعه، وحطيت كزبره. هنقلب بقى كده لغايه بس تشخل بس كده معاكي زي الرز بالظبط. وبعد كده تزودوا ميه. دلوقتي خلاص كده اهو شخلت كده اهو. نحط بقى هنحط الميه زي الرز بالظبط، بس مش هنحط ميه كتيره عشان هو اصلا كده احنا مبوشينه وحاطينه قبل كده في ميه، فمش هيحتاج ميه كتير. هنحط بقى الملح ونسيبه يستوي. انا حطيت سمنه، هعمل بسمنه المره دي وشويه زيت، وانا هنقلي بقى التقليه. احنا حطينا الثوم، حطينا وهنحط عليهم شويه كزبره المنظر ده كده. هنحط بقى شويه خل. انا بعمل زي بتاعه المحلات يا جماعه، هما بيعملوا كده عشان كده بيجيبوا الريحه بتبقى في اخر الدنيا. نحط بقى شويه خل. دلوقتي هنحط بقى القوطه، نسيبها بقى تتسبك ونيجي مع بعض. العدس اهو انا وطيت عليه بقى خالص يتشرب بقى براحته، ماشي. مع بعض شويه رز برده مع طبعا الكشري يبقى عايز رز برده. هنحط الشعريه مع شويه السمنه والزيت ونقلبهم مع بعض. حطينا الشعريه بقى، هنقلب بقى كده لغايه ما تتحمر، ماشي. دايما بقول لكم كلكم شاطرين ما شاء الله، مش محتاجين حاجه، بس للبنات المبتدئين يمكن حد يخش جديد عنده ولا حاجه يشوف يستفيد، ماشي. نعمل الكشري على الطريقه بتاعتي انا، ماشي. لما نشوف بقى تحمر شويه الشعريه ونيجي مع بعض. بصوا الشعريه خلاص اهي، ماشي. هنحط بقى الرز. الشعريه اتحمرت، حطيت الرز. هنقلب بقى كده. معلش يا جماعه انا اللي بصور بايد واحده، يعني بصور بايد وبقلب بايد، ماشي. هنقلب بقى الرز ونيجي مع بعض. كده خلصنا الرز، حطينا الميه وحطينا الملح وقربت تتسبك. العدس برضه خلاص اهو اتشرب وانا حطيت عليه خالص. اقول لكم على الريحه جنان صراحه. خلاص السبكه. نحط بقى التوابل. انا حاطه ملح، كزبره، فلفل اسود، كمون، والملح. هنقلب بقى ونيجي مع بعض. نقلب بقى كده، ماشي. كده خلصنا كل حاجه. فاضل بقى هنعمل كده. خلاص خلصنا. هنعمل بقى الخل والشطه. بس قبل بصوا انا اوريكم العدس بقى ان شاء الله عامل ازاي. اقول لكم الريحه والله جميله، ولا بقى محلات الكشري اللي بره والله اعلم اعمل كشري فيه حاجه عاملاها في البيت، ماشي. نعمل بقى الشطه والخل. ادي ديك الصلصه، اخدت معلقه كبيره من الصلصه. هنيجي نعمل بقى، شوف الطريقه ازاي. طبعا عملناها على البارد. حطيت معلقه صلصه كبيره، حطيت معلقه شطه كبيره، ريحه ملح. نحط بقى كوبايه ميه المنظر ده كده على البارد يا جماعه. في ناس بقى بتحطها على البوتاجاز اللي هي بالزيت على النار، بتقدح. وبعد كده بتحط الشطه، وبعد كده بتحطي معلقه الصلصه، وبعد كده بتحطي الشطه والميه اللي بتحطيها.
الطريقه التانية دي الطريقه الايه اللي هي على البارد، اللي على السخن زي ما قلت لكم كده. كده خلصنا كده الشطه. هنعمل بقى الخل اللي هي التوم، يعني حطيت فصين توم دقيتهم حطيت معاهم كزبره، هنحط عليهم الخل المنظر ده. طبعا ده خل خام يا جماعه، ماشي، اللي هو الصق، فبحط منه بقى ايه يجي معلقتين كبار بس، واحط ايه كوبايه ميه عليه. وهنحط كمان ايه، هنحط بص يا جماعه انا حطيت الخل وحطيت كوبايه ميه، وطبعا فصين الثوم والكزبره، وحطيت كمان ايه بقى الكزبره وكمون وملح، وهنقلب كده. عندك ليمون حطي، انا ما عنديش حاليا دلوقتي. وهنقلب بقى كده. يعني حطينا ايه بقى، حطينا فصين الثوم عليهم الكزبره بدقين بيهم، وبعد كده حطينا الخل، وبعد كده حطينا كوبايه ميه، ماشي، وبعد كده حطينا ايه الكزبره والكمون والملح، ونقلب بقى كله مع بعض كده بالمنظر ده. برضو على البارد. عايزينها برضو على النار بتحطي برضو معلقه زيت، وتحطي برضو ايه فصين الثوم، وتشيهم بالخل والميه وتقلبيها. ده على الايه على البوتاجاز، لكن اللي بعمله ده على البارد عشان ما يعملش ايه حموضه. اللي على البارد ده ما بيعملش حموضه، لكن اللي بتعمل على النار بتعمل حموضه عشان فيها زيت. يا جماعه ده البصل اهو تمام اهو، ولا حطيت ولا دقيق ولا حطيت اي حاجه، هم شويه بس حمرتهم عادي زي ما بنحمر كده، ماشي، وما حمرتهمش قوي بالمنظر ده. خلصت الرز كمان. الصلصه بصوا ما شاء الله عامله ازاي. مكرونه يا جماعه، كمان العدس. كده خلصت كل حاجه. خلي وادي الشط، وبألف هنا وشفا.